الهمج دول كان عندهم خطة شريرة، ساقوا السائل الأسود لولاد فانج علشان يحولوهم لنسخ وحشية وهمجية من نفسهم. سبير فاهم كويس ده معناه إيه، وفضل يعافر في السلاسل. اتفرج بمرارة وهو شايف العجوز اللي ماسك المعلقة بيدي السائل لواحد من الصغيرين. التحول حصل في ثانية وكان مؤلم. جسم الديناصور الصغير فضل يتلوى وعضلاته كبرت فجأة، وجلده لونه اتغير وبقى أغمق وفاقع أكتر، بقى أكبر وأخطر ومسخ بعيد عن الطبيعة. ونفس الكلام حصل مع الصغير التاني. سبير كان مذهول ومش عارف يعمل إيه علشان يوقف الرعب اللي بيحصل، بس الألعن كان لسه جاي. ميرا هي كمان أجبروها تشرب من القرف ده، وقدام عينين سبير حبيبته اتحولت لنسخة عملاقة وعضلات، حاجة كده تشبه شي هالك بس بدائية ومن غير عقل. التلاتة اللي كان بيحبهم أكتر من أي حاجة في الدنيا بقوا وحوش، وعلشان الكابوس يكمل فانج خدت أكبر جرعة. جلدها الأخضر اتقلب أحمر زي الدم، وطلع لها نتوءات عظم وعضلات فوق العضلات. بقت نسخة شيطانية مرعبة من نفسها. الأربعة اللي كان سبير عايش عشانهم شكلهم وحالهم اتقلب تماما. وبكده الفوضى قامت في قلب البركان. البنت بتصرخ من غير ما حد يهديها، والصغيرين اللي تحولوا بدأوا ينهشوا في بعض بغل محدش يعرفه قبل كده. وسبير من كتر الأدرينالين اللي جري في دمه فضل يرزع في السلاسل بتاعته في الحجر من غير ما يزهق. وجنبه ميرا الجديدة وفانج الجديدة. بدأوا خناقة عمالقة. فانج حاولت تاكل ميرا، بس الست بقوتها الخارقة الجديدة هربت من بين أسنانها ونطت على ظهر فانج وبدأت تقطع في جلدها بمخالبها مرة ورا مرة. وفي الوقت ده وعلى الأرض البنت الصغيرة من الديناصورات كانت مسيطرة على أخوها وعمالة تخبط راسه في الأرض لحد ما بطل يتحرك. أخيرا سبير قدر يكسر القيود بتاعته. بدأ يضرب في ميرا علشان تفوق وترجع لعقلها، بس وهي في حالتها الوحشية دي ردت عليه بالضرب. وفانج قامت وهجمت على ميرا ورمتها ناحية الصغيرين. سبير كان محاصر بالفوضى من كل ناحية، والصغيرين بيعضوا في رجليه وفانج بتجري وراه، وميرا عمالة تتصاب من كل حتة. وهنا البركان بدأ يطلع حمم، والأرض بدأت تتشقق تحت رجليهم. الجو بقى جحيم، وفي وسط اليأس المطلق ده في حاجة جوه سبير نورت. هدي وبدأ يفكر ويحلل الموقف، وفي اللحظة القصيرة اللي عقله رجع له فيها افتكر كل اللي عاشوه سوا أيام المطرة وهم مستخبيين مع بعض. اللحظات اللي كان فيها النصر حلم بعيد، الليالي اللي كان بينام فيها جنب فانج علشان يدفوا بعض، وحضن ميرا الدافي. افتكر الجمال اللي كان في حياتهم زمان، وعقله صافي. سبير بصلهم واستنى الثانية المظبوطة علشان يتحرك. فانج بدأت الخناقة الأخيرة والحاسمة، وسبير حاول يقف في النص. كان بيترجى بعينيه إنهم يبطلوا خناق، بس ما خدش غير خربشة غرقانة دم من ميرا اللي خلاص ما بقتش عارفاه. البركان انفجر انفجار كلي، والأرض بدأت تسيح، وواحد من الصغيرين بقى متعلق على طرف نهر من الحمم. سبير نط وقدر ينقذه، بس الحيوان وهو لسه تحت تأثير السائل الأسود عض ايد سبير بكل كره. وهنا حصل اللي ما يخطرش على البال. الكاهن في لقطة شر خالصة رمى بنت سبير ناحية الحمم. سبير نسي الفيزياء والألم ورمى نفسه في الفراغ وقدر يلحقها في آخر ملي ثانية، رغم ان النار كانت قريبة لدرجة انها حرقت خصلات من شعر البنت الصغيرة. المكان كان بيقع حتة حتة، ما كانش فيه اي امل باين. يا ترى سبير رجع بس علشان يموت هو وعيلته؟ وفجأة الارض خانتهم تاني. فانج وميرا اتحشروا في حتة صخرية كانت هتقع بيهم في النار السايحة، وسبير قرر ان الحل الوحيد علشان ينقذهم هو انه يخلي كرههم يتوجه ليه هو. وفعلا الخطة نجحت. فانج بدأت تجري وراه وهي بتتنطط بين صخور النار، وتاني واحد من الصغار وقع وسبير لحقه، بس وهو قريب من ميرا هجمت عليه تاني، وفي وسط العفرة دي جرحت بنتها بالغلط وسابت خربشة على قورتها. العياط ده وصرخة البنت اللي اتجرحت من ايد امها هو ده اللي كسر السحر. ميرا وقفت مكانها، بصت للبنت وبصت لايدها اللي عليها دم، وغشاوة الجنان اختفت من عينيها. جسمها بدأ يصغر ويرجع لشكلها البشري الطبيعي، وهي بتبكي من كتر الندم شالت بنتها وحضنتها بقوة، بس المرة دي قوة حماية مش تدمير. بس الخطر لسه ما خلصش. الحمم عمالة بتزيد زي الموج اللي ملوش آخر، وسبير أمر ميرا إنها تهرب بالبنت وقال لها إنه هيحصلهم، بس لازم الأول ينقذ أصحاب الديناصورات. في اللحظة دي طرطشة حمم جت على الديناصور الصغير الذكر، والمفاجأة للكل إن الحرارة العالية دي حرقت تأثير السائل الأسود، والمخلوق رجع لونه وحجمه الطبيعي فورا. وسبير فهم اللعبة، الحمم هي العلاج. ولما شاف واحد من أهل القرية بيقع في النار، سبير خطف منه الرمح بتاعه، غطى سن الرمح في الحمم وبدقة جراح
علم على الديناصور التاني ورجعه لطبيعته. دلوقتي بقى اللي فاضل فانج. هي حجمها ضخم جدا، وسبير فضل يغزها بالرمح المولع مرة واتنين وعشرة. فانج كانت بتزقر من الوجع والغل وبتقاوم التغيير، والصغيرين حاولوا يقربوا منها علشان يفكروها بنفسها في الوقت اللي سبير مكمل فيه وهو بيضربها برمح الحمم في حركة كلها حب وتضحية. ولما خلاص حسينا ان مفيش فايدة، فانج طلعت زئير اخير وجلدها رجع اخضر تاني. التعب هد سبير تماما وفقد توازنه وكان هيقع في الفراغ، بس في آخر نفس فانج لقطته بسنانها وأنقذت حياته. بعدين المجموعة قدرت تهرب من البركان، والعالم اللي كانوا عارفينه كله بقى رماد ودخان. وبعد فترة من الزمن بنرجع تاني للحضارة. سبير عايش في سلام مع ميرا، وفي ليلة صحي وبص على بنته وهي نايمة في هدوء. رغم السلام ده لسه العلامات موجودة، ايده لسه عظم. قرر يتمشى شوية في الشوارع بالليل لحد ما وصل للمكان اللي فانج نايمة فيه، وهناك قدام الرسومات اللي على الحيطان اللي بتحكي حكايتهم سبير ابتسم. أخيرا بقوا في أمان، لا هو زومبي ولا هو وحش، هو راجل رجع لبيته تاني. بشوية طينة سبير بدأ يرسم على الحيطة، رسم ميرا وبنته الصغيرين وفانج، ولما خلص نام جنب الديناصورة الكبيرة زي ما كانوا بيعملوا زمان. ميرا والبنت انضموا ليهم كمان، وأخيرا رجعوا عيلة واحدة. وبعدين بننط بالزمن من 10 ل 15 سنة لقدام. صغار الديناصورات بقوا دلوقتي وحوش بالغة وجبارة، وبنت ميرا بقت مراهقة قوية وشخصيتها شديدة، وأمها بتبص لها بكل فخر. وبنشوف وبسبب غامض إيد سبير خفت تماما، اللحم رجع غطى العظم تاني. وفي النهاية بنفهم إن كل الحاجات دي بتقول إن في موسم رابع جاي، والمرة دي هتبقى مغامرة عائلية بجد. يا لها من نهاية جميلة. ودي نهاية مسلسل برايمال، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.